ليه مصر دولة شريفة في زمن عز فيه الشرف، وليه أمريكا دولة غير شريفة للأسف في زمن أيضا عز فيه الشرف؟ الفيديوهين اللي هعرضهم لحضراتكم دول بيلخصوا معنى هذه العبارة. الولايات المتحدة الأمريكية في الفيديو الأول، إحدى السفن الحربية الأمريكية بتصل إلى ميناء أشدود، بتحمل أكثر من 2500 طن من المتفجرات وأحدث أجهزة وأسلحة التدمير الشامل رايحة لإسرائيل عشان بتضرب بها غزة حاليا، ضمن حجم من المتفجرات والأسلحة وصل إلى أكثر من 7000 طن. بقول الرقم تاني، 7000 طن. هي دي أمريكا الداعمة لهذا الكيان الصهيوني والإرهابي إسرائيل. على الجانب الآخر هعرض لحضراتكم فيديو مصر وقوافل المساعدات اللي بتعبر من خلال رفح إلى الأشقاء في غزة، وبلغ حجم هذه المساعدات أكثر من 7000 طن، منهم فقط 5000 طن من الشعب المصري رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنعانيها، وال2000 طن من مختلف دول العالم. المصريين قسموا اللقمة بتاعتهم مع الأشقاء في غزة، وده مش تفضل ولا منة من المصريين، لا ده قدر مصر. ومصر بلد الافعال، مصر بلد النبيل. المصريين بطبعهم، مش عشان انا مصري، لا، المصريين بطبعهم رجاله جدعان، متدينين، مسلمين ومسيحيين، عارفين قدر مصر ان هي الشقيقه الكبرى لكل العرب. عارفين قد ايه احنا بنحب كل الدول العربيه، حتى لو بعض الناس منهم ما بيحبوناش او بيغيروا او بيحقدوا على مصر. الكلام ده ما عندناش، احنا بنعامل الناس بشرف في زمن عز فيه الشرف. الفيديو اللي انا بعرضه لحضراتكم من ميناء اشدود، يمكن حضراتكم شايفينه على الشاشه. والفيديو الاخر قوافل المساعدات المصريه الى اشقائنا في غزه، والشباب زي ما حضراتكم شايفين، والشيوخ، حتى الاطفال بيحملوا المواد الغذائيه من الملابس، من الادويه، من كل انواع الاطعمه. وانا عايز اقول هنا الاطعمه، الغذاء الذي قدمته مصر الى غزه من افضل واجود انواع الاغذيه على الاطلاق. مش هقول لكم بقى العسل، مش هقول لكم على الدقيق، مش هقول لكم على السكر، على الرز، على الزيت، الزيوت بانواعها، مش هقول لكم على الرز، على كل انواع الاغذيه. مش عايز اقول لكم المصريين بيطلعوا لقمه من بقهم وبيدوها لاشقائنا في غزه. طبعا ده اقل ما يمكن ان نقدمه لهذا الشعب اللي قدروا حطوا فيه هذه الظروف الصعبه جدا في حياتهم. هذا على الجانب المتعلق بالمساعدات، والمتعلق بالجانب الاخر بالارهاب اللي بتمارسه اسرائيل. 7000 طن من المتفجرات واسلحه الدمار تقدمها امريكا لاسرائيل، و7000 طن من المساعدات والاغذيه وانقاذ حياه البشر تقدمهم مصر للاشقاء في غزه. يبقى اذا مصر دوله شريفه، امريكا دوله غير شريفه. مش كلام ولكن افعال اللي حضراتكم شايفينهم في الفيديوهات اللي انا بعرضها لحضراتكم، اللي مش هتلاقوها كتير في الحقيقه. ميناء اشدود يستقبل اسلحه وقنابل مدمره تدمر بها اسرائيل الشعب الفلسطيني، ورفح تستقبل القوافل المصريه، والمصريين صغارا وكبارا يمدون ايديهم للاشقاء في غزه. مش كده وبس، ده الدم المصري بيجري في الدم الفلسطيني النهارده. يمكن انا كنت بغطي، والفيديو موجود على صفحتي، بغطي تبرع المصريين بدمائهم للاشقاء في غزه. ودي فعاليه كان نظمها المجلس القومي للقبائل والعائلات المصريه. الدم بتاعنا راح خلاص، بقينا دم واحد، وده طول عمرنا في الحقيقه مع الاشقاء في فلسطين وغير فلسطين، كل اشقاء